ليه في بنات مش جميلات بمعايير المجتمع بس الرجالة بينجذبوا ليهم جدا؟ تعالى وشوشك وأقولك السر مش في شكلها، السر في أنوثتها. توماس شيلبي قال جملة رائعة: الرجل لا يعشق المرأة الجميلة بل يعشق المرأة التي تشعره بشعور أجمل. الرجالة مش بتدور على اللي يشبهها، بالعكس بيدوروا على اللي عكسهم. هو طاقته قوة واندفاع ومسؤولية وقرارات وحركة. الجميلة ممكن تخطف نظره في البداية، لكن اللي بتاخد قلبه مش اللي لابسة أحلى حاجة، الهادية اللي حضورها قوي، اللي واثقة من نفسها ومتصالحة مع ذاتها، اللي عينيها مليانة حنية، اللي لما هو بيغلط مش بتجرحه، اللي ربنا قال عليها لتسكنوا إليها. ربنا ما طلبش مننا نكون أجمل بنات في الدنيا في الشكل، لكن طلب مننا نكون طيبين، قلبنا نقي. ودي طاقة بتوصل للراجل لما بتكون حقيقية فيكي فعلا. هي اللي مش بتبقى قصدة تبهره طول الوقت، لكن هي مش بتعاند، مش بتصرخ، صوتها هادي، مش بتقطعه طول الوقت، مش عايزة تثبت وجهة نظرها بأي تمن، مش بتتعامل معاه إن هي ند ليه. الراجل مهما كان قوي هو محتاج أنثى بجد، أنثى ناعمة ورقيقة تحس بيه، تعرف تفهمه من غير ما تنتقده كل شوية أو طول الوقت حطاه في موضع تقييم وبتحاسبه. الأنثى دي بتكون جاذبة حتى لو الراجل نفسه مش فاهم هو بينجذب ليها ليه. بس أنا قلتلك السر، ولو لسه بتسألي أعمل إيه علشان أكون الأنثى دي، الجواب مش بره، الجواب جواكي انتي. رجعي السلام بينك وبين نفسك، اتصالحي مع ذاتك، حبيها، ارجعي لفطرتك. ساعتها ده هيبان في صوتك، في نظرتك، في لمستك، في سكوتك قبل كلامك. الراجل مش بيدور على واحدة كاملة، هو بيدور على واحدة حقيقية. الأنوثة مش استعراض، الأنوثة سكن.